لو بتسأل نفسك ليه تشتري في بيت الوطن في التجمع الخامس، النهارده هجاوبك. ولو بتفكر في السكن او الاستثمار يبقى الفيديو ده ليك. خلينا نبدأ بالموقع. التجمع الخامس هو قلب القاهرة الجديدة، مكان حيوي جدا، كل الخدمات حواليك، مدارس، مستشفيات، مولات تجارية، أماكن ترفيه، ده غير قربها من العاصمة الإدارية الجديدة. فلو فكرت تسكن هنا هيبقى كل شيء حواليك. لو فكرت في الشراء أو الاستثمار، بيت الوطن بيقدم لك مميزات كتيرة. مش بس هتعيش في مكان ممتاز، ده أنت بتضمن استثمار حقيقي مع مرور الوقت. أما بالنسبة للعائد على الاستثمار، فخليني أقول لك إن سعر المتر في بيت الوطن في 2019 كان ب 6500 جنيه. النهارده وصل سعر المتر المتوسط بتاعه 22000 جنيه. يعني لو اشتريت في 2019 الشقه بتاعتك زادت قيمتها اكتر من 3 اضعاف. خلينا اديك مثال. شخص اشترى شقه في 2019 مساحتها 200 متر، سعر المتر وقتها كان ب 6500 جنيه. اجمالي سعر الشقه دي كان 1,300,000، وهو ما دفعش الرقم ده بالكامل، هو قسط على 5 سنين. فلو افترضنا ان الشخص ده كان استثمر اجمالي ثمن الشقه دي كله اللي هو اوريدي ما دفعهوش، ال1,300,000 في شهادات بنكيه، في 2019 كان العائد على الشهادات دي 16%. ده كان هيحقق له عائد سنوي في حدود 208,000. يعني على مدار الخمس سنين اللي هي فتره تقسيطه كان هيحقق له 1,040,000 جنيه. غير ان العائد ده ما بينموش. لو قارنا بين الاختيارين هنلاقي اللي اختار الشهادات البنكيه حقق في الخمس سنين 1,040,000، في حين اللي اختار الاستثمار العقاري حقق 3,100,000. وده بيأكد ان الاختيار بتاع الاستثمار في العقار هو الافضل. فلو بتفكر تشتري في بيت الوطن، فاحنا مش بنشتري مجرد شقه، ده استثمار طويل الاجل، المنطقه قيمتها بتزيد مع مرور الوقت، وده بيخليك تحقق اعلى عائد على استثمارك ده. انت بقى ايه رايك في بيت الوطن؟ شايفه فرصه كويسه للاستثمار او السكن؟ شاركنا رايك في التعليقات وخلينا نعرف افكارك. ولو حابب نكمل معاك ونشاركك معلومات اكتر، اعمل لايك وشير للفيديو. ولو محتاج تستفسر اكتر عن الفرص الاستثماريه في بيت الوطن، ابعت لنا رساله على الواتساب واحنا جاهزين نساعدك.